صباح الخير متابعينا ومشاهدينا أينما كنتم. عودة إلى الزميل العزيز المحجوب الزاكي لنتابع وإياكم نتائج دوري أبطال آسيا للفرق الخليجية التي جرت أمس وأول أمس. صباح الخير زميل محجوب. صباح النور استاذ عمر، مرحبا بجميع المتابعين وعشاق المستديرة. طبعا كما يعرف الجميع استاذ عمر، جرت امس واول امس مباريات الانديه الخليجيه في دوري ابطال اسيا، نتائج متباينه، نتائج متفرقه، كل الفرق على حسب طموحاته. طبعا دائما الفرق المشاركه هي فرق كبيره، سواء من قطر، من السعوديه، من الامارات، وكذلك من العراق، يريدون او يبحثون عن نتائج جد ايجابيه. نبدأ بمباريات أول أمس. السد الذي استقبل فريق استقلال طهران الإيراني فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء. كذلك في قمة خليجية عربية محضة بين النصر السعودي الذي استقبل في ملعبه الأول بارك الريان القطري وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد. الوصل الإماراتي الذي كذلك استقبل فريق الأهلي السعودي وفاز هذا الأخير الأهلي السعودي بهدفين مقابل لا شيء، وسط جماهير كبيرة جدا من جمهور الإمبراطور الوصلاوي. نتائج أمس: البطل خسر وتوقفت نتائجه الإيجابية أمس بقطر، وبالضبط مع فريق الغراف القطري، خسر بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة فيها كل شيء، فيها ضربات الجزاء، فيها إنذارات صفراء، فيها جماهير ملأت المدرجات، وفي حين الزعيم السعودي الهلال السعودي الذي سحق فريق الشرطة العراقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء. إذن هذه هي نتائج المباريات دوري ابطال اسيا استاذ عمر في المسابقات او في اللقاءات القادمه ان شاء الله بحول الله. طبعا هذه نتائج كانت غير متوقعة لبعض نعم. الفرق، خصوصا للبطل، خصوصا البطل. صدقت. نعم. إذن شكرا لكل متابعينا ومشاهدينا، وهذه أجمل تحية صباحية مني أنا عمر الشريقي، وإلى اللقاء.